قلت لنفسك كم مرة ازاي تبطل تسوف وتبطل كسل وتقوم تعمل اللي وراك على طول من غير ما تقعد تفكر بقى كتير؟ ممكن تكون اصلا داخل تذاكر بعدين تفتح السوشيال ميديا بدل ما تفتح البي دي اف بتاع المذاكرة. طيب، في الفيديو ده هنشوف مع بعض الحل بتاع التسويف. ايه هو التسويف اصلا؟ التسويف ده ان انت تأجل حاجة للديدلاين بتاعها او ان انت ما تعملهاش اصلا. ليه بنسوف؟ عقلنا بيفضل المتعة السريعة اكتر من اللي بتاخد الوقت الاطول. يعني مثلا لو انت نجحت هتبقى متعة بتاخد وقت طويل، لكن لو انت ما ذاكرتش ولعبت هتبقى متعة الوقت اللحظي، متعة لحظية من الاخر. يعني الخوف من الفشل او ان انت ما تعملش مهمة بشكل مثالي. يعني مثلا اقرب مثال في تصوير الفيديو، مثلا انا مش مجهز اي عدة ولا المايك ولا حتى الرينج لايت، بس قمت وصورت بالعدة اللي معايا. زي فكرة ان انت عايز تقوم تذاكر على جهاز كويس، على لابتوب. طب ما انت ممكن تذاكر من الموبايل، ممكن تذاكر من كتاب طبيعي. لا، في ناس بقى بتفكر من وجهة نظر ان هي لازم توصل للمرحلة المثالية، بس المثالية مش مهمة للدرجة. ابدأ باللي معاك، سواء هتبدأ في البيت رياضة، هتبدأ تصوير فيديوهات بموبايلك، هتبدأ تذاكر من كراستك عادي. المهم ان انت تبدأ على طول. والحاجة اللي ممكن تخليك برضو تكسل ان انت تعمل مهام كتير وراك، امشيها مهمة مهمة. بلاش تعمل مهام كتير وتراكم على نفسك. ازاي تتغلب على التسويف؟ 6 نقط بالظبط. اول نقطة قاعدة الدقيقتين، لو المهمة بتاخد اقل من دقيقتين اعملها بسرعة. تاني حاجة تكافئ نفسك، ان انت لما تخلص اللي وراك تحاول تكافئ نفسك. يعني مثلا انا هقول في عقل بالي انا لما اخلص شابتر معين في كتاب معين هقوم اكل مثلا، او اكل كيك، ايا كان بقى طريقة المكافأة اللي هكافئ بيها نفسي. تالت نقطة قاعدة ال5 دقايق، زي ما انا قلت ترمي نفسك في الحاجة، ولما ترمي نفسك في الحاجة هتلاقي نفسك انغمست اصلا وبدأت. يعني مثلا انا حرفيا اللي هو برضو ايه، من البيت في الفيديو قررت اقوم على طول، قلت هحط الموبايل وخلاص هسيبه زي ما هو، فانغمست بقى. الحاجة اللي قبل الأخيرة إن أنت تحدد وقت البومودورو من الآخر، تذاكر 25 دقيقة و5 دقايق. ايه البومودورو؟ هبقى اشرحها في فيديو لوحدها، وهي تقنية حلوة جدا للمذاكرة والانغماس في الشغل. آخر نقطة تساعدك إن أنت تركز هي إزالة المشتتات. تبعد الموبايل من جنبك وتقفل السوشيال ميديا. حاسس إن أنت بتتشتت من نور معين، اقفل النور. إلى آخره. نوصل لخاتمة الفيديو، وأهم حاجة، تغيير مش بيحصل في يوم وليلة، تغيير بيحتاج وقت. جسم حلو هياخد منك وقت، قناة يوتيوب هتاخد منك وقت، مذاكرة ومستوى كويس سواء في الرياضة وهي بتبقى أصعب حاجة بالنسبة للناس برضو، أو اللغات هتاخد منك وقت برضو. فالتغيير مش بيحصل في يوم وليلة. حفز نفسك وابدأ، وخليك مستمر في حلمك. وعرفني في الكومنتات ايه الطريقة اللي انت بتحبها علشان تقلل تسويف. بس متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. سلام.